الله عليه بسام. وفيها موعظة حقيقة ووصية ممتاز، وأنا أحفظها من الصغر. جزاه الله خير من علمني يعني هذه الأبيات وأفادنا فيها كثير. يمكن بعضكم قد سمعها. يقول الشاعر: أول كلامي طلبة الله بدياه، يا عدل يا رواف عالم بحالي، أرجيه يغفر زلتي والخطية، لصرت في قبري وقدني لحالي، ما عاد لي منه يرد الوصية، ولا ابن عم اللي قريب موالي. قال ابن هادي بادي في عشية، في راسي مشذوب عنيش الجبال، سر يا قلم واكتب بيوت طرية، واكتب مقالة على شف بالي، مثل الجنى في غرسة الرازقية، ولا حليب مشملات غوالي. يا خويا انا بوصيك مني وصيه، واحفظ وصاتي يا عريب الخوالي، اوصيك تقوى الله فانها البديه، من يتقي ربه دراجه عوالي، من يتقي ربه دراجه قويه، ويفوز بالجنات يوم الهوالي. أوصيك بأمك زد لها ما قدريه، ولا تفضل فوقهم العيالي، والوالدين الطوف بهم بس وياه، من قدم المعروف يبغى التوالي، والجار له حق عليك وعليه، لزل فاسمح زلته لا تبالي، ترى خوي الجنب له ما قدريه، اسمح لزلته على كل حال، والضيف قدم له علوما طريه، شب المناره ودن منها الدلالي، والختم صلوا عدنا شوى الرفيه، على محمد عدنا شوى الخيالي.